حياكم الله يا اخوان. سبحان الله، بالامس نتكلم واليوم حدث. ايش اللي صاير؟ امس كنا نتكلم ونقول ان محمد بن سلمان حيحلب البلد بمناسبة قدوم ترامب للرئاسة، حيحلب البلد بأي طريقة كانت. تقول لي يا سالم عندنا انخفاض في اسعار النفط، اقول لك اوكي. تقول لي طيب يا سالم عندنا عجز في الميزانية، اقول لك صح، لكن برضه حيوجد ألف طريقة وطريقة حتى يقدم الأموال. سبحان الله، لو تلاحظوا الاتهامات اللي كانت توجه في الفترة الماضية لرجال أعمال أو يعني ناس بيتهم اختلاس الأموال، كانت مليون، مليونين، 5 مليون، خلينا نقول أحيانا ب100 الآلاف، أحيانا حتى 10-20 ألف، حتى يقول لك أنا عندي مكافحة فساد. لكن بقدرة قادر سبحان الله اليوم، وبعد ما تكلمنا بالأمس في هذا الموضوع، اليوم هاشتاج اعتقال رجل الأعمال خالد بن إبراهيم الجريوي. الله، وش سوى خالد؟ تم إلقاء القبض عليه وتوجيه التهم له بانتظار محاكمته بتهمة اختلاس أكثر من 493 مليون ريال. تخيل، نصف مليار فجأة كذا. سبحان الله. خلونا احنا نرجع قبل 7 سنوات، ايام 2017، ايام الريدز، لما ابو سلمان اشتل اولاد عمومته ورجال الاعمال والتجار ودخلهم الريدز الفندق واكرمهم وعلقهم على رجولهم وعذبهم. وش سوى هنا؟ خلال ايام معدودة سحب منهم 100 مليار دولار. وين راحت؟ ولا تسألني ولا يمديك تسأل ولا تسائله ولا بالأمة يسأله وين راحت الأموال يا أبو سلمان يا طويل العمر. يبدو أن محمد بن سلمان وجد ضالته. أوكي، أسعار النفط منخفضة، ما عندنا سيولها، لكن أنا عندي رجال أعمال، أنا الدولة كلها بيدي، مؤسساتها، محاكمها، نيابتها، سجونها كلها تحت إمارتي أو إمارتي. لذلك مستعد إني أرمي التهم، مستعد إني أحلب رجال الأعمال اللي لو ما يبقى في البلد إلا هم والله يحلبهم. لذلك أنا أقول في رسالة لرجال الأعمال والتجار اللي يشوف نفسه ممكن عين محمد بن سلمان تقع عليه، احذر أن يأتي يوم وتقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض. ترى المؤشرات اللي حدثت في 2017 والريتس الآن مؤشرات ارتفعت عن هناك ريتس آخر بأي طريقة كانت في حلب محمد بن سلمان. الآن ربما أنه وجد ضالته في التجار. القانون قانوني، كل شيء تحت أمري، وبأستطيع أني أسلب وأحلب كل أموالهم ولا أحد يقدر يتكلم. فاحذر، لم تستطع أن تنجو بأموالك للخارج، على الأقل انجو بنفسك وأهلك. وترى قليل في الخارج يهنيك ولا كثير في الداخل يعنيك. سلامتكم. والسعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه. شكرا حبايبنا، ودعواتكم برد شتاء عندنا وعندكم. يلا موفقين.